انا اكتشفت مكان بيعمل اختراعات كلها بالاندومي، وهو المنيو عنده كله اندومي بس، وعنده طاجن بشاميل بالاندومي واندومي بالجبنه واندومي بالشيتوس واختراعات كتير كلها بالاندومي. فلو انت بتحب الاندومي هيكون بالنسبه لك المكان ده اكتشاف. واستغربت ان المكان ده ليه فروع كتير واسمه مستر اندومي، وانا كنت في فرع مدينه نصر، وانا جربت 7 انواع اندومي. فتعالى ارتبهم من اكتر حاجه عجبتني لاقل حاجه عجبتني خالص. وابتدي بالتشيزي اندومي، وده بيكون طاجن اندومي بالبشاميل عليه وش موتزاريلا، وده اكتر حاجه عجبتني. ويجي بعده على طول الاندومي اللي بالهوت دوج، وده عجبني ان الاندومي نفسه معمول بالصويا صوص وعليه بقى كده صوص شيدر. يعني اول مره احس ان الاندومي وجبه كده. وبعده الاندومي اللي بالشيتوس، ميكس الاندومي مع الشيدر مع الشيتوس كان ميكس حلو قوي، وده هيعجب ناس كتير. بعده اندومي خلطه عظمه السريه، وده اندومي بالشيدر عليه هاليبينو، وده هيحب قوي الناس اللي بتحب الحاجه اللي سبايسي بس على الهادي. واللي بعده الاندومي اللي بالذره، وده اندومي مع صوص شيدر والسويت كورن، وميكس اصلا السويت اند ساور ده كان حلو قوي. اما اخر اتنين ودولت اللي ما عجبونيش قوي. ونبتدي بالاندومي اللي سبايسي، وده عاملين له صوص سبايسي مخصوص وعليه كمان هاليبينو، وده بالنسبه لي كان حراق قوي.